بدموع الحسرة والألم يا جماعة، عم إبراهيم بيودع أعز رفقائه في الحياة، وبعد 20 سنة حصانه رجله تتكسر في حادث. وعم إبراهيم يعني بكل ألم ودموعه رايح علشان ينقل حصانه للمستشفى البيطري علشان يديله حقنة الموت. وصلنا خيره علينا. يعني ايه خيره عليك يا عم؟ ايه بياكلنا، بياكل اولادنا وبيعيشنا، عايشين منه قرش حلال. راجل بيبص عليه خيره على المرض. صم ازاي؟ انت متأثر كده ليه يا عم؟ زعلان عليه. هو ايه اللي حصل له؟ طيب احكي لي كده. عربيه خبطتنا من ورا كسرت رجليه. ورينا كده مكان الكسر. اهو الكسر ده مكان الكسر. العربية خبطتك؟ كسرت رجليه. طب وانت كنت رايح هتعمل بيه ايه دلوقتي؟ انت محمله على العربية؟ وديه المستشفى، رفقه الحيوانات. اللي عنده مشرحه دي. انت هتديه المستشفى ليه بقى؟ رفقه الحيوانات. ليه هتديه المستشفى ليه؟ عشان يرتاح عندها فيها. يريحوه. عشان يرتاح؟ ايه اللي هيعملوه معاه؟ هيديله قبلة هوا يموتوه. وانت رايح بايدك سلمه ليه؟ كده بيستنف معايا. طب ليه انت مثلا ما تسيبوش عندك كده مفيش علاج ليه؟ ملوش علاج. الحصان لما رجله بتتكسر ملوش علاج. يا بيتضرب بالنار يا بيديله حقنة الموت. بيرتاح. بقاله 20 سنة معايا. بقاله 20 سنة معاك؟ شفت منه ايه في ال 20 سنة دول يا عم ابراهيم؟ شفته منه فتح لي بيوتي. جوز لي عيالي وعلمهم لي واكلني. معرفش حقيقي يعني بعد ما بيموت بيتم التخلص من جسمانه ازاي. لكن اللي انا عايز اقوله ان عم ابراهيم راجل يستحق التحيه. في ناس كتير قوي يا جماعه عايز اقول لكم ان هي بتسيب الحسانه بتاعتها دي وتمشي، يعني بيسيبوهم في مكانهم وبيمشوا. لكن عم ابراهيم قرر ان هو يرد الجميل لصديق عمره الوفي